في دمنهور رايحين نجرب اكله مستحيل تلاقيها في مكان غير هنا. اذا ذكر دمنهور ذكر حباش ام حسن، واذا ذكر حباش ام حسن ذكر دمنهور. احنا جايين نشتري حباش. دي اكله شعبيه، وجبه اساسيه على الطبليه في رمضان. اول من صنع الاكله دي جدي الحاج حسن الجمل، عشان كده احنا سمينا الاكله على اسمه انتسابا ليه، حباش ام حسن. حباش ام حسن يا باشا نمره واحد على مستوى السنين كلها. ده حلاوته يمشي مع اي حاجه، عيش بلحمه شغال، فول بتخديعه شغال، اكل شعبي شغال. تعالوا نشوف المكونات بتاعتها. اهم حاجه تصلي بينا على النبي. هذه الاكله مش هتشوفها غير في دمنهور. طماطم وبقدونس، هنا ملح، هنا بهارات، شويه الكمون الحلوين، شطه حمرا كده حرش عشان تفتح نفسك على الفطار. ده الهرم الرابع في الاكلات الشعبيه. ده بتاعتك انت؟ السر بتاعتها انا اللي بعملها. الطحينه الحمراء وده المكون الاساسي. كده صلاه على النبي. اللي ريحتهم تجيبك من اخر الشارع. الليمونه دي كده بقى ايه في المزازه، بلح جوز الطيب عشان قلبك يطيب. اللي بيحصل دلوقتي مش هتشوفه في حته غير في دمنهور، وبالتحديد عند حباش ام حسن. صباح العسل. هنا يبدا بايه؟ من اول 5 جنيه و10 جنيه، ب 20 جنيه، 20 و20. بتحب تاكل الحباش ده مع حاجه؟ مع بطاطس. الصلاة على النبي عليه. مع الحباش. يلا بينا. نوع من انواع المقبلات اللي بتتاكل جنب اي حاجه في دمنهور. مع اللحمه، مع اللحمه، السمك، مع كل حاجه يا حسن. عشان ده تاريخ ده. احنا طالعين بنقول للعالم كله ان في اكله في دمنهور مشهوره اسمها حباش ام حسن. ممكن تلاقيها في دمنهور في اي مكان، بس اهم حاجه الطعم والتست والنفس. اللي كله مره لازم يجي تاني. ده كل يوم عندي 30 جنيه. انا الهدف الاساسي الاكله تتشهر، اللي ياكلها مره. ما اصل لما يجي واحد غريب من دمنهور ينزل ياكل اكله الحباش من عند اي حد تاني، ما ياكلش من عند مكان معتمد زي حباش ام حسن، يقول لك الاكله وحشه. بقى ضربني بوظ سمعه دمنهور وبسمعه الاكل بالذات.